السر كله في الليمونتين دول، ولا هتحتاجي تعملي عمليات ولا تضيّعي فلوسِك على منتجات غالية، هتنتظمي بس عليها شهر وهتشوفي نتيجة تبهرِك. تعالي سمّي بالله وصلّي على الرسول وشجعيني كده بلايك حلو، وقولي لي بتتابعيني منين، وتعالي شوفي الطريقة. الأول جبت ليمونتين غسلتهم كويس، هابدأ أتخلّص من الجزء اللي فوق ده ما لهوش لازمة، من الجنبين، يعني من هنا ومن هنا، وهاقطّع الليمون لشرايح كده زي ما أنتِ شايفة كده، بقشرهم زي ما هُم. هاقطّع الليمونة التانية بنفس الشكل، وهاجهّز بقى حلة أو أي حاجة عندِك تحطيها على النار. بُصّي أنا حطيت كسرولة كده، حطيت فيها الليمون الشرايح ده، وهاضيف عليها عود من القرفة السيجار، هاكون غاسلاه برضه كويس. وهاجيب عندي عودين من النعناع، النعناع دلوقتي مالي السوق، والليمون برضه رخيص ومالي السوق، يعني الوصفة دي مش هتكلفك حاجة خالص، لكن لو انتظمتي عليها زي ما قلت لك لمدة شهر صدقيني هتوصلي لنتيجة انت نفسك يعني هتبقي مش مصدقاها. هضيف عليهم بقى كوبايتين مية من المج بتاع الشاي ده، حطيت واحدة وهضيف كمان واحدة، وهرفعهم على النار. هسيبهم يغلي وهما بيغلوا كده على النار. هجيب كوباية كده المج بتاع القهوة ده واحط فيه معلقة من بتاعة القهوة، مش هرمية، تكون معلقة ممسوحة كده، مش هاملة المج على الاخر، وهدوب فيه معلقة القهوة دي كويس. هدوبهم كويس وهاخدهم وهحطهم على المكونات اللي بتغلي على النار. هنا كانت المكونات بتغلي، هضيف عليهم القهوة ومش هغليها كتير، يا دوب بس تغلي كده وارفعهم خالص من على النار. هنزلها بقى واسيبها تبرد شوية، وهصفي كده كوباية. وكل يوم كده بناخد واحدة الصبح وواحدة بالليل، هتنزل منك كمية دهون خصوصا دهون البطن، يعني طريقة مش ممكنة. بالنسبة لطعمها، طعمها يعني هو صعب شوية، بس زي ما قلتلك بتنزل الدهون. بالنسبة لي انا هشربها كده، لكن لو بتحبي الحاجة مسكرة مش هضيف سكر خالص انا بالنسبة لي، لكن لو بتحبي الحاجة مسكرة هتضيف يا اما نص معلقة من العسل الاسمر او نص معلقة من العسل الابيض زي ما بتحبي. ومش شرط زي ما قلت لكم ان احنا نسيبها تكون دافية، نشربها باردة عادي خالص. وان شاء الله تعجبكم الطريقة، بس انتظموا عليها. اشوفكم على خير، مع السلامة.